على دائما النجاح المتجدد لهذه الندوات العلمية المتميزة. شكرا للجامعة الصيفية على هذا الموضوع الذي يلامس ما نعيشه الآن من تغيرات مناخية. وأشكر السيد الرئيس السي رشيد الحاحي والمجموعة كاملة، سي محمد جليل، سي محمد جوهري، وجميع أعضاء هذا المكتب. إذا بالنسبة للمتدخل محمد البداع أستاذ التعليم الثانوي باحث في التنمية. بالنسبة للمداخلة ديال الأستاذ سي عبد الرحيم خالص، ما نستنتجه هو كل السياسية البيئية المشتركة الآن الذي نعيشه العالم هو يجب أولا الاقتصاد في استعمال الماء، بمعنى كيف يمكن توعية المواطن بأهمية المحافظة على الموارد المائية في ظل ما يسمى حاليا بالإجهاد المائي. ونحن قد ساهمنا بإمكانياتنا في توعية التلاميذ بأهمية المحافظة على المياه في زمن الندرة. أستاذ غزلان، شكرا على المداخلة. من خلال المداخلة ديالك كنشكرك لأن هذا موضوع مهم، ولكن ما ينبغي القيام به هو توعية الفاعلين الترابيين في الجماعة الترابية وتحديد مستوى معين من الشواهد. مثلا يحصل رئيس الجمعية شهادة البكالوريا فما فوق، لأن الموضوع الآن ما نعيشه يستلزم ذلك، خصوصا أن المواطنين يحتاجون إلى هذه المحاضرات التي بذلتم فيها مجهود كبير جدا. بالنسبة لسيدي محمد الجوهري، هو صديق وفاعل وتتبعت هذه المحاضرة. فالأخطر من ذلك أن بعد توقيع معاهدة الحماية 30 مارس 1912 هناك تقسيم في المغرب إلى 3 مناطق: منطقة النفوذ الفرنسي، منطقة النفوذ الإسباني، ثم منطقة طنجة الدولية. ثم ستأتي المقاومة. هذه المقاومة هي مقاومة القبائل الأمازيغية بكل مجموعة مغربية من 1912 إلى 1956، بما فيها جميع المناطق السوسية مثل الأطلس الصغير مثلا. وهذه المناطق زعمتها القبائل الأمازيغية من 1912 حتى 1956، لما 1934 ثم المقاومة السياسية حتى 1953، ثم الكفاح المسلح من 53 حتى 56. إذا شكرا على هذه المداخلة لأن أعطيتنا واحد النبذة على هذه القوانين التي لم نكن نعرفها.